أهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم جيتكم بواحد الوصفة هايلة خبز الساندويتش بلا ما تقطعيه بلا والو. شوفوا معنا الطريقة، خبز وعليه الكلام. أكيد حتشكروني. نبداو على بركة الله. صلوا على النبي، صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نضع 2 عبار نتاع سميد رقيق كاللي يعيطولو الرطيبة، 2 مغارف كبار نتاع خميرة الخبز ومغرفة كبيرة نتاع سكر، نفس العبر نعبر به الماء دافي. درت 2 عبار تاع سميد رطب وندير 2 عبار نتاع الماء دافي. نخلط هذو المكونات مليح كيما راكم تلاحظوا. تقدري اختي الكريمه تخلي هذا الفيديو عندك، ديريه بارطاجي في الصفحه تاعك هكذا باش كل ما تحقيه تصيبيه. بعد ما خلطنا كل شيء نخليوه يستراح. تغطيه باش حبيتي. انا نعتمد على هديه بابي كويسون. نخليوه يخمر لمده 10 دقائق. خليوه يخمر لمده 10 دقائق. بعد ما خمر 10 دقائق نعاودو نوليو الجفنه تاعنا اللي درنا فيها السميد خلينا 10 دقائق. بنفس العبار نجيبو الفارينه، 3 عبار فارينه. نوضعو 3 عبار فارينه مع داك السميد اللي خليناه استراح 10 دقائق، ونلمو العجينه تاعنا ونعجنوها شويه حق ما تلم روحها. كيما راكم تلاحظوا 3 عبار فارينه. ما تزيديش الماء وتزيدي لها مغرفه كبيره نتاع الملح. نلموها هكذايا، تلميها حتى تتلملك كامل، ونحطوها فوق بلون طرافاي وتعجني عجينتك 5 دقائق او 10 دقائق فقط. جات ما تتلايم لك كيما راكي تلاحظي. ليموها ما تنساوش. نفكركم وأذكركم وأذكر نفسي بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله لي ولكم والحمد لله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصحة والستر في هذه الدنيا، آمين. قولوا آمين. إذا وصلت لهذا الوقت بالذات من الفيديو قولوا من أي بلد تتابعون هذه الوصفات الرائعة. بعد ما لميناها نحطوها ونزيدوا فوقها شويه زيت. اذا عندك زيت الزيتون ديري زيت الزيتون، اذا ما عندكش ديري زيت عادي. تمسحيها كامل بالزيت ونغطيوها ونخليوها تستراح ونخليوها تخمر. فوالا العجينه تاعنا. نجيبو فيلم اليمونتير ونغطيو به العجينه هكذا باش نخليوها تستراح ونخليوها تخمر في غرضها. ونزيدو تزيد تغطيها اذا كنتي في البرد تزيدي غطيها مليح باش تخمر لك. انا هذو سافي صافا تخمر الله عليها. هيا خليوه تستراحي ونعاودو نوليو ليكم بعدها. بعد ما خمرت لنا الله يبارك طلعت ما شاء الله. نهبطوا لها الخميره. فوالا راني نهبط لها في الخميره. نجيبو شويه زيت في يدينا. فوالا ونبداو نقطعو فيها دوائر. ديريها متوسطه، من احسن الدائره ديريها متوسطه. دوك تبعوا الفيديو تعرفوا.
بعد ما قرصناها كيما راكم تلاحظوا، ما حبيتش ندير لكم السريع ما حبيتش نسرع الفيديو باش تفهموني. نديروها مليح مليح في الرطيبه كيما راكي تلاحظي، غطيها مليح في الرطيبه وحطيها بجهه حتى تكملي كامل الكميه تاعك. بعد ما كملنا كامل هذيك الكميه حطيتها كيما راكم تلاحظون، يعني ديري كرات متوسطه. وبعد هدايا نوليو نشدو بالوحده، روحوا تشوفوا الطريقه كيفاش تخدموا خبز الساندويتش تاعنا. فوالا جبنا وحده نحلوها بالحلال، لازم يكون الحلال القطرة، نحلوها بالحلال، نحليها رقيقه مش رقيقه يعني بلا بلا. دوك تشوفوا كيفاش. فوالا هذا هو القطره تاعها. تقسميها اون دو بالموس هكذا، تقسميها على 2. خبز ساهل وشباب وبنين فوالا راني قربت لكم. وفي هذه المرحله نزيدو نخليوه يخمر. المرحله الاخيره طاحت لي المرحله الاخيره نخليوه يخمر. وعاود نوريكم باش تفهموني مليح. عاود حليت واحده اخرى هكذا باش تزيدو تفهموني. ما تخليوهش خشين كيما راهو ينتفخ ينتفخ ويجيكم ما شاء الله. فوالا حل دوكا خليناه يخمر وندوه نطيبوه. ديري الفوق تاعك شعليه من التحت وشعليه من الفوق. هذه المرحله نخليوه يخمر. بعد ما يخمر ندوه نطيبوه مباشره. فوالا هو خمر وتفخفخ. ما شاء الله يجي هايل هايل. ننصحكم بشده بشده باش ديروه. ما تنسوش يا الحباب جيم كومونتير بارطاج باش تشجعوني ونقدر نحط لكم اكبر عدد من الوصفات، لانكم راكمش تشجعوا فيا على ذاك مانيش نحط في الوصفات. لكن لو كان نصيب الكثير من التشجيع اكيد نحط لكم. تشجيعكم هو يمدنا القوه باش واخيرا نحط لكم وصفات شابين وسهلين شباب ورائعين. لمعلوماتكم نص طيبته في الفوخ والنص طيبته في الطاجين. هذا تاع الطاجين، هذا الخبز تاع الطاجين ينحل وحده. شفتوا كيفاش نحل؟ الله يبارك جاء هايل. وبهذه الوصفة الرائعة نكونوا كملنا المقادير والطياب وجاء خبز ساندويتش ما شاء الله. نتمنى تدعموني بجيم وترك تعليق أو دعاء، ونخليكم في أمان الله، ونتلاقاو في فيديو آخر رائع. استنوني
استنوني بوصفاتي الرائعة. سلام. سلام.